أهلاً بيكم في إدارة FM على أعلى موجة، البودكاست اللي بنتكلم فيه عن الإدارة والشغل والنجاح بطريقة بسيطة خفيفة ومن قلب الواقع. وفي كل حلقة هناخد كتاب جامد نقرأ فيه ونقول لكم أحلى ما فيه، سواء كنت لسه بادئ في الشغل أو ماسك فريق أو حتى بتدور على طريقة تدير بيها يومك. إحنا هنا علشان نساعدك تتعلم وتطور من نفسك خطوة بخطوة. فيلا بينا نبدأ حلقة النهاردة. أهلاً بيكم. النهاردة هنتكلم عن كنز حقيقي في التعامل مع الناس، كتاب ديل كارنيجي الشهير كيف تكسب الأصدقاء وتؤثر في الناس. معنا مقتطفات مهمة منه وهنحاول نفصص أهم الأفكار والنصايح اللي فيه. فعلا الكتاب ده أيقونة، والجميل فيه إنه عملي جدا ومبني على فهم عميق للطبيعة البشرية. بالظبط، هدفنا نشوف إزاي نستخدم الأفكار دي عشان نحسن علاقاتنا وقدرتنا على التأثير الإيجابي. هو ده الكتاب مليان دروس، بس يمكن أهم حاجة فيه إنه بيركز على إزاي تفهم اللي قدامك الأول. وأول نقطة لفتت نظري في المقتطفات وكانت قوية شوية هي تجنب النقد واللوم والعتاب تماماً. دي قاعدة أساسية عنده. طب ليه البداية دي ضد حاجة بنعملها كتير قوي؟ بصي، كارنيجي بيقول إن النقد ده زي ما تقول بيرتد على صاحبه، نادراً ما بيغير حاجة للأحسن على المدى الطويل. غالباً بيخلي الشخص التاني ياخد جنب ويدافع عن نفسه بدل ما يفكر في الغلطة نفسها. بيعمل نتيجة عكسية؟ تماماً. بيجرح الكبرياء وبيسيب مرارة ممكن تفضل موجودة، مش بيفيد. منطقي جداً. طب لو مش هننتقد، إيه البديل بقى؟ إزاي نوصل رسالة أو نطلب تغيير؟ البديل اللي كارنيجي بيطرحه هو البحث عن الكويس وتقديم تقدير صادق ومخلص. وهنا كلمة صادق دي مهمة قوي، مش مجرد كلام حلو. بالظبط كده. الناس بتعرف تفرق كويس قوي بين التقدير الحقيقي والمجاملة، اللي مش من القلب أو التملق. كل واحد فينا جواه رغبة قوية إنه يحس إنه متشاف ومتقدر. التقدير الصادق بيلمس الحتة دي. ممكن مثال بسيط يوضح الفكرة دي لو المقتطفات فيها حاجة؟ هو بيحكي دايما عن مواقف زي إن مدير مثلا قدر يغير أداء موظف كان خلاص هيمشي، بس بمجرد إنه شافه عمل حاجة كويسة، حتى لو صغيرة، وقدرها بجد قدام زمايله، التأثر بيبقى سحري. جميل. وده ياخدنا لنقطة تانية برضو أساسية قوي، اللي هي محاولة إننا نشوف الأمور من وجهة نظر الشخص الآخر. دي بقى من أهم المهارات فعلا. كارنيجي بيشدد عليها جدا. حاول بصدق تشوف الأمور من وجهة نظر الشخص الآخر. طب ودي نعملها إزاي عملياً؟ دي محتاجة تدريب بصراحة. بدل ما نفكر إحنا عايزين إيه، نحاول نفهم هو الطرف التاني ده عايز إيه اللي يهمه، إيه اللي بيحركه. لما نوصل للمنطقة دي بنقدر نتكلم معاه بلغته هو، ونوصل للي إحنا عايزينه بطريقة أسهل بكتير. المفتاح هو الفهم والاستماع. تسمع بجد، مش بس عشان تستنى دورك في الكلام، وتشجعه يتكلم عن نفسه وعن اهتماماته. وفي نقطة بسيطة بس قوية جدا ذكرتها المقتطفات، وهي استخدام اسم الشخص. طبعا كارنيجي بيعتبر إن اسم الشخص ده بالنسبة له هو أحلى مزيكا ممكن يسمعها. فعلا ليها وقع خاص جدا. لما تنادي حد باسمه بيحس فورا إنك مهتم بيه شخصيا وإنك شايفه. أداة بسيطة بس تأثيرها كبير في بناء الألفة. طيب نروح لمنطقة ممكن تكون أصعب شوية، الإقناع. لما نكون مختلفين مع حد وعايزين نوصله وجهة نظرنا، كارنيجي ليه رأي صادم شوية في الجدال. مقولته الشهيرة: الطريقة الوحيدة لكسب نقاش هي تجنبه. كلام كبير ده. نتجنب الجدال إزاي لو في خلاف حقيقي؟ مش معناه نهرب. لا، مش هروب. الفكرة في تغيير طريقة التعامل مع الخلاف نفسه. كارنيجي بيقول إن أغلب المجادلات 9 من 10 بتخلص وكل واحد مقتنع أكتر برأيه الأولاني. مفيش فايدة؟ غالبا لا. حتى لو كسبت النقاش بالمنطق والحجج، ممكن تكون خسرت علاقة أو سبت إحساس وحش عند الطرف التاني. البديل إيه هو؟ تدور الأول على أي نقطة اتفاق، أي أرضية مشتركة، وتبين احترامك لوجهة نظره حتى لو مش موافق عليها كلها. أهم حاجة بلاش خالص تقول لحد أنت غلط في وشه كده. ندخل من باب دبلوماسي أكتر. بالظبط. ولو اكتشفت إنك غلطان في حتة، اعترف فوراً وبوضوح. ده بيشيل أي مقاومة عند الطرف التاني وبيخليه مستعد أكتر يسمع.
وحاجة تانية، ممكن نطرح أفكارنا كأنها أسئلة. ممتاز. بدل ما تقول له اعمل كذا أو المفروض كذا، ممكن تسأل طب إيه رأيك لو جربنا كذا؟ أو تفتكر لو عملنا كده ممكن يحصل إيه؟ ده بيخليه يفكر معاك. وهنا بقى نيجي للحتة اللي بعتبرها عبقرية كارنيجي واللي أكيد المخططات ركزت عليها. خلي الشخص التاني يحس إن الفكرة فكرته هو. دي قمة الذكاء في التأثير فعلا. الناس بطبيعتها بتدافع عن الأفكار اللي حاسين إنها بتاعتهم، إنهم شاركوا فيها. بتفرق كتير في الحماس ليها. جدا. لما تقدر توصل الفكرة للشخص التاني بطريقة تخليه هو اللي يتبناها ويحس إنها نابعة منه، التزامه بيها بيكون أضعاف. ده مش تلاعب على قد ما هو فهم عميق للنفس البشرية. وده بيخلي التغيير أسهل وأبقى، سواء في الشغل أو حتى في البيت. بالظبط كده. يبقى خلاصة اللي استعرضناه من المقتطفات دي إن التعامل مع الناس فن وعلم، ومفتاحه الأساسي هو فهم الطبيعة البشرية والتعامل معها بذكاء وصدق، والأهم باحترام. تماما. تقدير صادق، فهم الوجهة نظره، تجنب المواجهات الخسرانة. الموضوع بسيط في مبادئه بس محتاج ممارسة ووعي. ويمكن السؤال الأهم اللي ممكن نسيبه لكل حد بيسمعنا يفكر فيه هو إلى أي مدى فعلا بنطبق المبادئ دي في حياتنا اليومية؟ هل بنحاول بجد نشوف الأمور من زاوية غيرنا؟ هل بنقدر الناس اللي حوالينا كفاية وبشكل صادق؟ مجرد التفكير في الأسئلة دي ممكن يكون بداية تغيير كبير في علاقاتنا كلها. وفي النهاية شكراً ليكم على متابعتكم، ولو في أي استفسار سيبوه في الكومنت، وفي انتظار أسئلتكم دايماً.